كل اللي حبتهم انتحروا، وحبت واحد أصغر منها ب12 سنة حملت منه وأجهضت. انطلقت من شبرا للعالمية وغيرت اسمها مرتين، وفرقت الحياة برسالة مؤثرة، حكاية الشبراوية اللي وصلت للعالمية. داليدا. يوم 17 يناير سنة 33 اتولدت يولاندا كريستينا جيجيلوتي في حي شبرا، واللي عرفها العالم كله بعد كده باسم داليدا. اتولدت يولاندا وأهلها كانوا صعبين جدا، بس أبوها كان أكتر شوية. الأب اللي هاجر هو وزوجته من جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا لغاية شبرا، وفضل قافل على بنته سنين كتير جدا حتى وهي طفلة. مش مسموح تخرج إلا للمدرسة، وفسحتها الوحيدة كانت في الكنيسة وبس. عشان كده اضطرت يولاندا أو داليدا إنها تدي أصحابها الولاد والبنات مواعيد في الكنيسة عشان تشوفهم هناك. ولا من شاف ولا من دري، وفضلت على الحال ده لغاية ما أبوها مات. وهنا قدرت إنها تشم نفسها شوية وتخرج، بس للأسف خروجها كان للمسؤولية. خرجت عشان تشتغل وتساعد والدتها اللي بتشتغل خياطة. وفي وسط كل ده ما قدرتش يولاندا تنسى حبها للفن واللي عايش معاها من الطفولة. وبالصدفة قرت خبر في الجورنال عن الإعلان لمسابقة ملكة جمال مصر، وقررت إنها تشارك فيها من ورا والدتها لأنها كانت عارفة إنها مستحيل توافق. ودخلت المسابقة وفازت فيها بلقب ملكة جمال مصر وهي يادوب لسه 21 سنة. وبتتفاجئ الأم بصور بنتها على الجرايد والمجلات وهي بالمايو مع خبر فوزها في المسابقة. أمها قومت الدنيا وما قعدتهاش بعد اللي شافته ده، لكن شوية وسلمت بالأمر الواقع بعد ما اتأكدت إنه مفيش حاجة في الدنيا هتوقف بنتها عن اللي في دماغها. وفعلا بتكمل يولاندا المشوار اللي بدأته، وبتروح تخبط على أبواب الاستديوهات يمكن تلاقي دور هنا ولا هنا. ونقدر نقول إن يولاندا بدأت المشوار في نفس الوقت اللي بدأ فيه عمر الشريف، وكانوا هما الاتنين بيلفوا على الاستديوهات عشان يدوروا على فرصة سوا. وفي الخمسينات حصلت يولاندا على أكتر من فرصة، وده اللي خلاها تقرر إنها لازم تغير اسمها لاسم سينمائي، حاجة كده تليق بميلاد نجمة جديدة. فسمت نفسها دليلة على اسم بطلة فيلم شمشون ودليلة. ولأن كان حلمها دايما العالمية قررت إنها تسافر على باريس وتشوف فرصة هناك، لكنها فشلت في الحصول على أي فرصة لها علاقة بالتمثيل. وفي الوقت اللي يأست فيه وقررت إنها ترجع على مصر قابلت داليدا رولاند برجر، واللي أقنعها بالتحول للغناء. ومش بس كده، ده كمان دربها عشان تقدر تقف على أكبر مسارح في باريس. وفي الوقت اللي هي ماشية فيه بخطى ثابتة تجاه تحقيق حلم الشهرة والنجومية، قابلت مساعد المخرج الأمريكاني اللي اشتغلت معاه مرة في مصر، وقال لها إن اسم دليلة ده مش حلو، غريب كده وكمان عدواني. صحيح هي ضايقت إنه قال لها كده، بس سمعت بالنصيحة وقالت برضه مش هتخلى عن اسمه كله، وأخدت جزء منه وجزء من اسمها الأصلي فبقت داليدا. واتجوزت داليدا من لوسين موريس، وكانت فاكرة إنها خلاص لقت حب حياتها. الراجل كان مهتم جدا بشغلها ونجاحها، بس فجأة تحول سبب إعجابها لسبب كرهها ليه. اكتشفت داليدا إن كل همه إنها تشتغل وتجيب فلوس وبس، حتى لو كان ده على حساب صحتها وسعادتها. وهنا قررت الانفصال بعد أشهر قليلة من ارتباطهم، وبيوافق لوسين وبتتجوز بعده من الرسام جان سوبسكي. كانوا بيحبوا بعض قوي، وعاشت معاه الحب اللي ما قدرتش تعيشه مع لوسين. لكن برضه كام سنة وانفصلوا، وبعد الانفصال على طول انتحر جان سوبسكي، واتلقت داليدا أول صدمة فقد في حياتها. في الفترة دي حاول لوسين إنه يرجع لها تاني، لكنها رفضت بشدة، وكل محاولاته فشلت فانتحر هو كمان. وهنا بتتعرض داليدا لفقد الراجل التاني اللي ارتبطت بيه بنفس الطريقة، وهي الانتحار. وفي سنة 67 دخلت قصة حب مع شاب إيطالي صغير وهو لويجي تانكو، وكان بيشتغل مغني. داليدا وقفت جنبه وكانت بتشجعه علشان يحقق حلمه في الغنى، وهي اللي أقنعته بالمشاركة في مسابقة كبيرة، لكنه فشل بالفوز بالجايزة فانتحر بالرصاص. وفي اللحظة دي بقى قررت داليدا هي كمان تنتحر، لكنها فشلت، وبتدخل بعده في علاقة جديدة مع شاب أصغر منها ب12 سنة كان بيحب يغني لكن صوته كان وحش، لكنها وقفت جنبه وأنتجت له شرايط وغنت معاه. لكنها شوية وحست إنه موجود معاها عشان يستفيد منها وبس، وإنه مش بيحبها ولا حاجة، فسابته. وسابته بعد ما حملت منه وأجهضت، وعرفت بعد الإجهاض إنها مش ممكن تخلف تاني، فده زود عندها إحساس الاكتئاب والميل للانتحار. أما مايك برانت فهو شاب مغني كان آخر محاولات داليدا للنجاة، ربطتهم علاقة عاطفية، لكنه برضه انتحر سنة 75.
للأسف ما كانش ليها حظ في الرجالة خالص، وعاشت داليدا من التاريخ ده لغاية مايو 87. طول الفترة دي بتحاول تقاوم فكرة الانتحار جواها، لكنها سيطرت عليها في النهاية وسابت الدنيا بعد ما كتبت ورقة بتقول فيها: الحياة صارت لا تحتمل، سامحوني.